أهلا، أنا لؤي، مسؤول على تطور شركة فيسبوك في الشرق الأوسط. لاحظنا أنه أفكار فيسبوك مو دائما تطابق أفكار المجتمع العربي، فاليوم حاولنا نعالج هذا الموضوع. أول نقطة راح نغيرها بفيسبوك هي الاسم. ليش فيسبوك؟ ليش بس أبوك؟ خنسميها فيسبوك وأمك حتى تكون المسألة متوازنة. السلام عليكم، حمزة مسؤول على شنو أنا؟ المهم اليوم راح احكي لكم على تطورات سويناها بفيسبوك وامك، بس قبلها خل امسح نظاراتي. قبل من واحد يسوي لك ريكويست يريد يصير صديق وياك تقول له يس نو، احنا ضفنا بفيسبوك وامك اوبشن جديد اسمه from all your mind، يعني من كل عقلك. فيسبوك وامك اول شيء راح نمسحه هو فكرة اللايك. راح نشيل اللايك وراح نعوضها بجلوب، وهذا الجلوب راح يعني منور، لان احنا لاحظنا انه دائما الناس يكتبون منور على كل الصور. الفكره جدا بسيطه، اذا اليوم نزلت صوره وحصلت عليها جلوب فمعناتها انت منور، اذا حصلت اكثر من جلوب معناتها انت محترق فيلمك. انتم اليوم حذرتوا انه من حطينا امك يم فيسبوك معناتها احنا جبنا اوبشن جديد الامك. الامهات دائما كتبن على كيفن على الفيسبوك، فاحنا جبنا 3 جمل الامهات بس يدوسن الدقمه تندز. الدقمه الاولى وين صرت حبيبي اتاخرت. الدقمه الثانيه حبيبي شو اسوي لك غدا. الدقمه الثالثه يا وينك. اليوم ركزنا على التكنولوجيا جدا مهمه بفيسبوك وامك. اذا نزلت اي شيء على الفيسبوك وواحد من اصدقائك ما علق لك او ما حط لك جلوب، تقدر تضغط دقمه وتدز له عتاب تعاتبه انه ليش ما كتبت لي او دزيت لي جلوب. ها ليش ها ليش. وخبراءنا دفعوا هاي الفكره بعد. اي واحد من اصدقائك ينزل صوره على الفيسبوك وامك، قبل ما تضغط له جلوب راح يطلع لك اذا هذا الشخص يستاهل ان تحط له جلوب او لا، حسب انه هو حاط لك جلوب على صورتك القديمه او لا. هو الحلو بفيسبوك امك شنو هو الحلو بفيسبوك امك انه اليوم تقدر تضيف واحد كصديق، كفرد بعائلتك، او كحيوان، لان في كثير من الحيوانات على الفيسبوك. يعني انا لو بيدي اسميها حديقه حيوانات بوك. اليوم طورنا شيء جدا مهم بالفيسبوك وامك، حبينا نطور المعلومات، نحب انه كل المعلومات تكون حقيقيه وواقعيه. لهذا السبب وظفنا محللين سياسيين، واي معلومه راح تجي وتنزل من عندكم او من غيركم على الفيسبوك وامك راح تكون مدروسه. تتصور؟ راح المدير انا عندي مشروع، هاي تنزلها، انا عندي مشروع انه يم الجلوب احط نعال، يا هو يتفلسف او ينزل له شغله بايخه يزرقه بنعال. واذا واحد من عندكم سبع جمع له اكثر من 20 نعال نسوي له ابجريد، شو تصير قندره. ومن اليوم اذا شكيتوا باي معلومه او خبر من طرف شخص منزلها على الفيسبوك وامك، احنا صممنا دقمه بس تضغطون عليها تروح رساله صوتيه لهذا الشخص تقول له خب ليش تكذب؟ كافة همبول. عمي احنا نريد نعالج مشاكل بالمجتمع، احنا نريد تتكاثف الخطوبات والزواجات. اذا انت ولد او انت بنيه راح عن طريق صوركم مال الاكل ندمجكم، مثلا اثنينكم ماكلين يوم الاربعاء تشريب باقله وانتوا واحد ما يعرف الثاني، احنا نعرفكم واحد على الثاني وتريعون سويه. واليوم صممنا تكنولوجيا انه مو بس الاخبار والمعلومات تكون صحيحه، احنا نحب همين انه الصور تكون واقعيه وبدون اي غش. يلا ما كافي عندي يوغا لك يوغا هاي هيك. اي بنيه تنزل صوره على الفيسبوك اكو اوبشن اسمه RMU، وهو يعني ريموف ميك اب. من تدوسون على هاي الدقمه راح تطلع لكم هاي البنيه على حقيقتها، بس مو تخترعون. ومن اليوم راح نفتح حسابات البنات كلها والصور تكون مبينه عند الكل. لا اوكي. واليوم اي وحده على الفيسبوك تسمي روحها ورده جوريه او ورده الحب او ورده الحنان، انا شخصيا اخذ سطله مي واروح اسقيها زقي. التطور بفيسبوك امك ما راح يوقف، احنا دائما راح نكون مستمرين بهاي الافكار وبهاي المشاريع على مود انتم تكونون سعداء بالبرنامج مالتنا. ومن هسه حطوا لنا تعليق شنو الافكار اللي عجبتكم وشنو الافكار اللي ما عجبتكم بهذا الفيديو، وحطوا لنا لايكات زين، وسووا لنا فولو على السناب شات وعلى الانستغرام وعلى اليوتيوب وقببوها. هي